بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي أغلى الحبايب، متابعي مطبخ الهوانم، إليكم الآن العيش الفينو بتاع زمان الاقتصادي الجميل. جربوا طريقتي وهتدعوا لي. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله هو خارج من الفرن. كل كيلو دقيق متعدد الأغراض، عليه معلقة كبيرة خميرة فورية، كوباية زيت، كوباية لبن أو نص كوباية لبن، وكله محسوب من السوائل اللي بتضاف على كل كيلو. سمسم للتزيين وللطعم الجميل، معلقة خل كبيرة في الكوباية الصغيرة اهي، نص كوباية مية دافية ندوبها أو ندوب بيها الخميرة، وبنضيف عليهم معلقتين ونص من السكر، معلقتين كبار. أيوة، وده ضمن أسرار نجاح العيش الفينو في مطبخنا. نص معلقة ملح ناعم. دلوقتي بندوب الخميرة مع السكر ونص كوباية المية الدافية، وبنسيبها وبنغطيها علشان نختبرها. دلوقتي هننخل الدقيق، والدقيق ليه طريقتين في النخل. طريقة الكوباية، ودي الحمد لله أنا فاشلة فيها والاعتراف بالحق فضيلة. الطريقة المعتادة بتاعتي، ربنا أكرمني كده بوعاء للخبز على قد المنخل بتاعي، بحطهم على بعض وبمسك الاتنين في بعض وبنخل الدقيق، وربنا بيسلم لآخر شوية دقيق. بحط نص معلقة ملح ناعم، وبأكد على الملح الناعم مهما كان ناعم. بنخل الملح عندي في مصفى ضيقة جدا، لأن المخبوزات وبعض الأطعمة زي المشويات والكفت ما بيدوبش فيها الملح بسهولة، فبكون دايما جاهزة. بقلب الدقيق. دلوقتي الخميرة بسم الله ما شاء الله فارت ناجحة وجميلة. بحط معلقة الخل عليها وبقلبها وبضيفها على الدقيق، سواء بقى حطينا محلول الخميرة على الدقيق قبل الزيت أو الزيت بعد محلول الخميرة، مفيش مشكلة، لأن أنا بمزجهم دلوقتي بمعلقة خشب صحية. والأهم من ده إني بشتغل بإيديا وبمزجها كويس أوي. ده سر نجاح كل عجينة. خدمة العجين بتديكي نتيجة دايما أفضل. بحط نص كوباية حليب، ما بحطش الكوباية كلها، وكل كيلو دقيق عليه كوبايتين من السوائل، سواء حليب على مية أو نص كوباية وكوباية ونص مية، أو على حسب ما ياخد منك الدقيق اللي انت بتستعمليه. بتخدمي العجينة كويس زي ما انت شايفين يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله بقت زي الملبن، لا هي جامدة ولا هي ناعمة قوي سايلة في ايدينا، لا هي حلوة وجميلة بسم الله ما شاء الله زي الملبن. بحط نقطة زيت كده أو معلقة زيت أغلب بيها العجينة، وبحط معلقة تانية برضو مش كبيرة في وعاء الخبز، علشان هنحط دلوقتي العجينة. اللهم صل على النبي زي الملبن اهي. بنغطيها، وكمان الزيت علشان لما اجي اقطعها بعد ما تخمر تبقى سهلة في التقطيع. ما شاء الله خمرت اهي وبقت جميلة وبتتلم كويس أو ما تلزقش في الطبق. دلوقتي بندهن الصاج والصواني بالفرشة السيليكون الجميلة اللي ربنا أكرمنا بيها، اختراع حلو اهو. بقلع الخاتم، بأجل العياقة شوية عشان أعرف أقطع العجين. وإيديك يا حبيبتي تبقى ميزان كده، كل كورة قد التانية، وكل كورة من دول تعمل رغيف فينو جميل قوي قوي. ريحته وشكله تحفة. وبنسيب فراغات، وممكن نعمل من الكور دي كمان عيش كايزر، بس مش هنقدمه في الفيديو ده، هنقدمه في فيديو تاني مع حاجات تانية بإذن الله. بنرصهم كده، وخلي ايديكي ميزان يا حبيبتي زي ما انتم شايفين اهو. بندهن الوش بشوية زيت علشان لما نسيبها ترتاح الوش ما ينشفش. بنغطيها، وقبل ما بنخبز ب10 أو 12 دقيقة بنشغل الفرن على 240 درجة حرارة. والعيش ما بياخدش أكتر من 10-12 دقيقة، ولازم نراقبه. زي ما انتم شايفين النتيجة جميلة. وزي ما قلت لكم ممكن بقى نسيبه كده، بس نعمل أو نوسع الفراغات بين كل كورة عجين لو حبينا نعمله
أحلى عيش كايزر. بنجيب القطعة كده وبنفردها بالزيت أو بشوية دقيق، وما تكتريش الدقيق علشان العيش ما ينشفش. رول كده، رول، وندبس ونقفل رول كده يا حبايبي. ومكان ما تتقفل العجينة بندبسها كده بإيدينا، ويبقى شكل الرغيف أو رول وجميل. بنعمل واحد تاني أهو. شير ولايك وتفعيل الجرس يا حبيبة قلبي، وقولوا لي بتكلموني منين، وتعليقاتكم وكومنتاتكم بتعجبني قوي. ما التعليقات هي الكومنتات، بس احنا لازم يعني نتفزلك بكلمتين انجليزي كده على الماشي. كمان رغيف اهو، زي ما انتم شايفين بندبس كده ونقفل. هتدعوا لي والله على الطريقة دي وعلى الطعم والريحة الحلوة، وكمان دي طريقة اقتصادية جدا ومش مكلفة. ضمن بقى أسرار نجاح العيش الفينو بتاعنا، بندوب شوية سكر في شوية حليب، وبالفرشة بندهن وش العيش الفينو أو العيش الكايزر أو حاجات تانية كتير، علشان العيش يحمر مسافة التسوية وما نضطرش نخليه مدة أطول في الفرن عشان الوش يحمر. كمان السكر بالحليب بيدي فرصة للسمسم إنه يثبت على وش العيش الفينو، علشان بعد ما نخبزه ما يتنطرش من عليه السمسم. بحاول بقدر الإمكان زي ما انتم شايفين أرش السمسم من غير ما يسقط في الصاج، برضو بيقع مني في الصاج. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، شمال يمين بالرص رصتنا، بيكون شايفين ارتاح شوية وخد شكل شوية إلى حد ما العيش الفينو، لأن احنا بعد ما بنعمله رول طويل كده بنغطيه علشان يرتاح برضو 10 دقايق. كل العجينة ما ترتاح تديكي نتيجة أفضل. أهو الصينية التانية، العيش الفينو ما بنستغناش عنه. زي ما انتم شايفين برضو بنعمل صينية تانية. الكيلو بيديني من العيش الكبير اللي هتشوفوه ده بسم الله ما شاء الله 28 رغيف، وأحيانا لما نحب نقطع العيش أصغر شوية بيبقى من 34 ل 36 رغيف. طبعا اقتصادي وطعمه حلو، وقلبه بعد ما بيتخبز بيبقى زي القطن. شايفين خارج من الفرن ما شاء الله عامل ازاي. بحضر البخاخ وبحضر جنبي زبدة، في جزء بدهنه زبدة وهو لسه خارج من الفرن وسخن، والجزء التاني الطريقة المعتادة برشه ببخاخة المية اللي بنجيبها ومتوفرة في محلات الأدوات المنزلية. ما بستعملش المقص كتير ولا الأدوات الحادة، لكن الفينو بيبقى أفضل لما بيتقص، علشان لو قطعنا بالسكينة ساعات الحرف بيتلم وبيخلي شكل الرغيف مش حلو. أنا عملت جزء بالسمسم وجزء من غير سمسم، والخل يا حبايبي أو معلقة الخل هي اللي بتخلي القلب كده زي القطن كده وليه قطمة وجميل اقتصادي. العيش الفينو ما بنستغناش عنه في العشاء، في الفطار، في الرحلات، وده صديق اللانش بوكس لأولادنا وأحفادنا وحبايبنا. لقمة نظيفة جميلة معروف مصدرها، كمان اقتصادية، بدل اللي بنجيبها عاملة زي اللبانة لما نيجي ناكل ونندوغها بتبقى عاملة زي اللبان أو المارشميلو. جربوا طريقتي هتدعولي وبألف هنا وشفا.